إدارة مشفى التوليد والأطفال والأمراض النسائية بالرقة، لاستفساركم حول حادثة الطفلة المخطوفة أو التي اختفت من مشفى التوليد. نوضح لكم آلية قبول أي مريضة في المشفى. بعد معاينة أي مريضة في مشفى التوليد وقبولها للولادة الطبيعية أو القيصرية في المشفى، يتم إعداد إضبارة أو استمارة خاصة بهذه المريضة. يوثق في هذه الإضبارة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمريضة، وكذلك الأمر موافقة الأهل على كافة الإجراءات المعتمدة في المشفى. ومن ضمن هذه الإجراءات المعتمدة في المشفى هو وصل تسليم مولود. هذه الوثيقة تتضمن معلومات المريضة واسم المرافقة التي سيسلم الطفل المولود بعد الولادة لأهل المريضة بموجب هذا الوصل. وبالنسبة للمريضة المعنية بالحادثة تم اتخاذ الإجراءات الاعتيادية في المشفى من إعداد إضبارة وتسليم وصل تسليم طفل مولود لأهل المريضة، وبعد الولادة تم تسليم الطفل المولود وكانت أنثى تسليم الطفلة لأهل المريضة أصولا في غرفة الاستراحة والإنعاش. بعد مضي نصف ساعة تقريبا من تسليم الطفل المولود تم إبلاغ المشفى من قبل مرافقة المريضة بأن امرأة أخرى طلبت أخذ الطفلة المولودة لشراء رضاعة حليب أو ببرونة من خارج المشفى، وأن وأن المرافقة الطفلة أعطتها المولودة بإرادتها وبدون أي إنذار بشيء غريب أو غير اعتيادي. ولكن هذه المرأة أخذت الطفلة وخرجت من المشفى بها ولم تعد. تم إبلاغ مكتب مكافحة الجريمة والجهات المختصة بهذه الحادثة، وحضروا فورا وأخذوا الإجراءات الخاصة بهم، وتمت متابعة هذا الموضوع من قبلهم. وشكرا.